لو انتوا من عشاق الشوكولاته يبقى لازم تجربوا تعملوا مافن الشوكولاته في البيت. بيطلع متغرق بالشوكولاته وهش وطري وطعمه تحفه، والمقادير بتاعته سهله وبسيطه وبيطلع طعمه خطير. اول حاجه في الخلاط بضيف 3 بيضات وعليهم معلقه صغيره من الفانيليا، كوبايه من السكر الابيض، وكوبايه الا ربع من الزيت، ونص كوبايه من الزبادي. بضيف عليهم معلقه كبيره من الخل وبضربهم مع بعض في الخلاط على اعلى سرعه لمده 5 دقايق. بجهز المكونات الجافه. بنخل 2.25 من الدقيق، عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام، رشه من الملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا، ومعلقه صغيره من اي نوع قهوه سريعه الذوبان. بقلب المكونات الجافه وبضيف عليهم المكونات اللي ضربتها في الخلاط وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بضيف نص كوبايه من اللبن المغلي، بقلبهم مع بعض لحد ما القوام عندي يبقى بالشكل ده. بعد كده بضيف قطع من الشوكولاته، وبعد كده بجيب بقى القوالب بتاعه المافن وابدا ان انا اضيف الخليط بالشكل ده. بخلص كل الكميه بالشكل ده، وعلى الوش بضيف قطع من الشوكولاته وبدخلها في فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بتاخد حوالي تلت ساعه وبتكون استوت. اول لما تستوي بطلعها من الفرن واغطيها واسيبها لحد لما تبرد خالص. بتطلع هشه وطريه وطعمها خطير. لازم تجربوا الطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم. وبالف هنا.